He was the first man in U.S. history to hijack a plane for ransom. He leapt out of a commercial jet with a parachute, $200,000, and was never seen again, dead or alive. دي بي كوبر 24 نوفمبر 1971 وفي عيد الشكر اشتري واحد اسمه دان كوبر تذكرة طيران لرحلة رقم 305 تابعة لشركة نورث ويست ايرلاينز متجهة من بورتلاند لسياتل. طبعا المسافة ما بين المدينتين مش كبيرة، يعني اللي هو الرحلة دي ممكن تاخد لها نص ساعة. يطلع المدعو دان كوبر على الطيارة، كان شخص لابس بدلة سودا وبالطو وسانتا سنسونايت كده اللي هي يعني معروفة دي عند كل الناس، هو يعني يبان حاجة تقيلة من الآخر، بيقعد في المقصورة الخلفية. لحد دلوقتي الأمور كلها تبان طبيعية جدا، لكن فجأة كده ينادي دان كوبر على المضيفة يديها ورقة في إيديها. طبعا المضيفة تبص له وتضحك كده، تفتكر يعني اللي هو رجل اعمال وكتب لها الرقم بتاعه في الورقه ولا حاجه، تاخد الورقه وتحطها في جيبها. لكن دان كوبر ينادي عليها، لا في ودنها اظن ان انت محتاجه تقراي الورقه وانا معايا قنبله. تمام. قلت لي باب الطياره منين؟ المضيفه بكل هدوء بتطلع الورقه وبتقراها، بعدها بتيجي تقعد جنبه وبعد كده تطلب ان هي تشوف القنبله. بيفتح الشنطه السنسودات بتاعته ويوريها القنبله. القنبله يعني كانت من النوع اللي هو ممكن تعملها في البيت عادي. القنبله كان عباره عن 8 اسطوانات، 4 فوق و4 تحت، تصميم مع بعض باسلاك كده بيغطيها عزل احمر. قام دان كوبر قافل الشنطه وقال لها ببساطه انا مش هعمل حاجه، انا بس عايز مطالبه تتنفذ. طلبه كانت كالاتي: اول حاجه قال لهم انا عايز $200,000، 4 مظلات، 2 اساسي و2 احتياطي، شاحنه وقود عشان تزود الطياره لما يوصلوا على مطار سياتل. طبعا المضيفه خدت الكلام ده كله من هنا وديلها في اسنانها على كابتن الطياره. طبعا بعد ما حكت لكابتن الطياره على كل حاجه، كابتن الطياره راح رفع السماعه قال له الاف بي اي، قام عرفهم كل حاجه عشان يلحقوا يجهزوا كل الحاجات دي ويعرفوا هيتصرفوا في ايه بعد كده. قام قايل للركاب في الطياره ان هم يتاخروا شويه بسبب عطل ميكانيكي في الطياره. طبعا الطياره اول ما لقى نفسه ان هو خلاص قرب على المطار، حاول ان هو يكسب وقت شويه للشرطه، ده خلاه ياخد لفه شويه كده حوالين المطار لمده توصل لساعتين. لكن ان دان كوبر لاحظ الموضوع ده، نادى على المضيفه وقال لها تقريبا احنا وصلنا المطار. بس اوقفك هنا لحظه واقول لك ان كل اللبش اللي انت شفته ده حصل بكل هدوء وسلاسه ومن غير اي شوشره. وحتى المضيفات بعد كده اعترفوا ان الراجل كان هادي جدا وغير كل المجرمين اللي ممكن يتخيلوه. وحتى الركاب اللي كانوا على الطياره دي بداوا الرحله ونهوها وما حسوش باي حاجه، ما عرفوش اصلا بالخبر ده غير بعدها في الجرايد. طول المده دي كانت الاف بي اي بتجهز الحاجات اللي هو عايزها. طبعا جمعوا الفلوس من عده بنوك موجوده في سياتل، $10,000 من كل بنك بفئه ال $20، ده اللي هو عشان عدد الفلوس تزيد فيعني الشنطه تبقى اتقل. معظم الفلوس دي كانت عليها ارقام تسلسليه بتبدا بحرف ال واللي هو بيشير للبنك الاحتياطي الفيدرالي اللي موجود في سان فرانسيسكو. طبعا الموضوع ده عاملاه الاف بي اي عشان مثلا لو جاي ياخد الفلوس يحطها في بنك او يخش فيها مراهنات ولا حاجه، يقدروا يتبعوا الرقم ده ويقدروا يوصلوا له بعد كده. ومش بس كده، المظلات اللي طلبها جابوها له مظلات عسكريه، افتراض يعني ان هو لو شخص مش عسكري فمش هيعرف يستخدم المظلات دي، وبالتالي يا اما يقع بيها ويموت يا اما يقدروا يقفشوه بعد كده. لكن دان كوبر ما كانش سهل للدرجه دي. اولا دان كوبر رفض المظلات دي وقال لهم انا عايز مظلات مدنيه وتكون الحبال بتاعتها يدويه. ثاني حاجه طلب من كابتن الطياره بعد ما الطياره تهبط في سياتل بعد نزول الركاب ان هو ينقل الطياره على مكان معزول ويقفل كل غطيان الشبابيك عشان لو في قناصه بره ولا حاجه ما تعرفش تقتله. صايع هو صايع. 39 دقيقة بتوصل الطيارة بتاعتنا على مطار سياتل، تنزل كل الركاب في امان وسلام. بتتحقق اول نقطة في صالح الاف بي اي ان هم حققوا الامان لكل الركاب. تبدا هنا بقى عملية توصيل الفلوس والمظلات لدان كوبر. بيوصل شخص اسمه آن لي، مدير عمليات خطوط نورث ويست شخصيا، وبيسلم الفلوس والمظلات للمضيفة على السلم الخلفي بتاع الطيارة. تبدا هنا البداية العملية لدان كوبر، يقول لها بقى خشي وقفلي باب الطيارة من ورا، هات الفلوس والمظلات وناديلي على كابتن الطيارة. يجي كابتن الطيارة في الوقت اللي هو يعني بتتملي الطيارة بالوقود ساعتها، فدان كوبر يقول له معلش يا كابتن بس احنا يعني عايزين الطيارة كده ايه مشوار في السريع اللي هو صد رد كده لحد المكسيك، وعايزك كده بس ايه يعني تقلل لي سرعه الطياره، هو بشكل يعني ما يعطلش الطيران، حاجه كده في اللي هو بيعادل 185 كم في الساعه، ارتفاعك بحد اقصى 10000 قدم. عايز بقى معدات الهبوط تكون في الاماكن بتاعه الاقلاع والهبوط بتاعه الطياره، تنزل لي الاجنحه دي 15 درجه، النبي ما تخليش المقصوره مضغوطه بس معلش. مش عايز DVD؟ نعم DVD نجيب له DVD. كابتن الطياره قال له باشا اهدى بس كده، ده اللي يروح فين؟ احنا في سياتل عشان ناخدها خبط لزق للمكسيك ده مش هينفع، رياضيا فيزيائيا حتى بيولوجيا ما ينفع. الطياره دي بالميت كده يعني تاخد لها 1600 كيلومتر، بعد كده الوقود بتاع الطياره هيخلص، فاحنا يعني لازم نستقر لنا كده على مكان ننزل نمون منه تاني وبعد كده نكمل. طبعا اقترحوا كذا مكان يعني، وكان منهم فينيكس ورينو، اتفقوا ان يعني المكان اللي هينزلوا فيه كان رينو وهيكملوا بعدها المكسيك. الفتره دي حاول مسؤول من مسؤولين الطيران الفدرالي ان هم يعملوا مقابله شخصيه مع كوبر لكنه رفض. الساعه 47 دقيقه بتكون
تكون الطياره بتاعتنا في الجو. وعايزك تعد معايا بقى الموجودين في الطياره. عندنا دان كوبر كابتن الطياره والمساعد بتاعه، والضيفه الموجوده في الطياره، مهندس طيران معاهم كده معرفش ليه. وقت ما الطياره موجوده في الجو طلع من القاعده الجويه اللي موجوده في سياتل طيارتين من نوع F-106. دول حصروا الطياره المخطوفه من فوق ومن تحت. بعد كده لما الطياره بتاعتنا قربت على كاليفورنيا طلع طيارتين تانيين وبقت الطياره محاصره ب4 طيارات. في الوقت ده طلب دان كوبر من المضيفه ان هي تخش لكابينه الطياره. دي كانت اخر مره حد يشوف فيها المدعو دان كوبر. الساعة 8 بالليل بيوصل انذار لكابينة الطيارة ان في مشكلة في الجزء الخلفي للطيارة، وبعدها بشوية بيوصل لهم انذار ان باب الطيارة الخلفي انفتح، ولكن كل الموجودين في الطيارة ساعتها اتفقوا ان هم مش هيطلعوا يشوفوا. طبعا كل الموجودين في الطيارة كان عندهم كذا خيار، مثلا يطلعوا يشوفوا ايه اللي بيحصل بره، او ان هم يفضلوا جوه الكابينة لحد ما يوصلوا. وهم شافوا ان ده هو الخيار الاسلم بالنسبة لهم، ان اسوأ الحالات اللي ممكن تحصل ان دان كوبر يفجر القنبلة وهي لسه في الطيارة. توصل الطيارة بتاعتنا على رينو، المكان اللي هم المفروض كانوا هيملوا فيه الوقود، وده تقريبا على الساعة 11 بالليل كده. وبيخرجوا من كابينة الطيارة وما بيلاقوش فيها ولا دان كوبر ولا شنطه الفلوس، ويلاقوش غير شنطتين من المظلات، جرافطه بتاعه دان كوبر ومشبك كده بيتعلق في الجرافطه يعني، عاب السجاير وكاس الخمره اللي هو كان بيشربه. ساعتها عادي جدا ان انت تدخن جوه الطياره مفيش مشكله. من هنا بيبدا لغز دان كوبر. مين هو دان كوبر وايه قصته وجه منين، راح فين، وهل هو نط من الطياره ولا هو مات ولا ايه اللي حصل له؟ وهنا احب الفت نظرك لحاجه معينه. طبعا لو خدت بالك من بدايه القصه انا عمال اقول لك دان كوبر دان كوبر وكده، لكن اصلا القضيه مشهوره باسم دي بي كوبر. مين ده ومين ده وليه ده مكان ده وايه اللي حصل؟ الفكره في ان بعد ما القضيه دي انشهرت وكده وبدات التحقيقات من جانب الاف بي اي، بدأوا ان هم يدوروا على ناس كتير يعني ممكن يكون مشكوك فيهم او كده. واحد من المشكوكين فيهم كان واحد اسمه دي بي كوبر، كان من اوائل الناس اللي اتحققوا معاهم يعني وشكوا فيه. وصلوا بيه وبداوا يسالوه هل انت اللي عملت الجريمه ديت، وهل الراجل ده استخدم اسمك ولا ايه اللي بيحصل. طبعا واحده من الصحف اللي كانت بتنشر عن القضيه ديت بدل ما تستخدم اسم دان كوبر اللي هو اسم الشخص اللي كان مكتوب على التذكره بتاعه الطيران، استخدموا اسم الشخص المتهم في القضيه وهو دي بي كوبر. الشخص ده اللي هو اثبت بعد كده براءته ان هو ملوش اي علاقه بالقضيه، ولكن دي بي كوبر ده هو الاسم اللي لزق في القضيه والناس بدات تتداوله بعد كده. الحقيقه تنتها شغاله لمده طويله، وفي كل سنه كان بيتعرض مبلغ من المال على الناس اللي تقدر تلاقي اي حاجه يوصلهم لدي بي كوبر ده، حتى مكافآت للبنوك وللناس اللي بتتعامل في مراهنات وكده. لو لقوا فلوس بالرقم التسلسلي اللي كانوا حاطينه على الفلوس اللي خدها دان كوبر ليهم مكافاه ماديه كبيره ولازم يوصلوها للاف بي اي عشان على الاقل يقدروا يوصلوا له. وكل سنه كانت بتتضاعف المكافاه ديت ولكن ما بيوصلوش لاي حاجه، ولحد دلوقتي ما وصلوش لاي حاجه لها علاقه بدي بي كوبر. مين هو وجه منين وهل يدافع انه يعمل حاجه زي كده، وايه اللي حصل له بعد كده، هل لما نط مات ولا ايه اللي جراله ولا هرب بالفلوس. لكن في عام 2016 بتعلن الاف بي اي ان هي هتقفل التحقيق في القضيه ديت ومش هتفتحها تاني الا في وجود دليل مادي على الموضوع ده. انت بقى تعرف هو فين، تجيب جثته، تعرف الفلوس دي اللي هو صرفها دي راحت فين، اي حاجه. وبس يا معلم تخلص قصتنا مع دي بي كوبر، واحده من القصص اللي انا كنت متحمس جدا ان انا احكيها واتكلم عنها. طبعا مليانه تفاصيل كتير جدا. عندك مثلا ان هم حققوا مع 1000 واحد بعد كده، يمكن ده سبب ان انا مش هيخليني اعرف اعرض لك ناس من اللي اتحقق معاهم لان هم كتير جدا 1000 واحد، ووقت الفيديو بيبقى بحاول اخليه قد كده عشان يعني ما يطولش معايا، ولكن يعني كانت قصه ممتعه الصراحه. وفي النهايه هقول لك بقى ان الفيديوهات اللي انا بعملها ديت هي سلسله بنعملها هنا على قناه بعنوان شخصيات. هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن في يعني الفيديوهات اللي متعلقه بالسلسله ديت. هو مش كتير، احنا عملنا يعني فيديو اللي هو بتاع دانييلي دروسي، لو انت لسه ما شفتوش ممكن ترجع تشوفه. ممكن حسيت في السلسله دي برده الماتش بتاع الام ام اي يعني برده ممكن ترجع تشوفه لو ما شفتوش. السلسله دي من كتابه صديقي اسلام سالم، هسيب لك لينك الانستجرام بتاعه تحت في الديسكربشن، ممكن تخش تبص لفه كده ومن مره تعمل له فولو هناك. وبالمره بقى لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول ما ننزلها. لا الانستجرام تحت والتيك توك والفيسبوك بيج لازم تروح هناك يعني ايه تروق علينا. واسمع معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.